كابتن جلال، هارد لك الخسارة، طرد، و10 دقائق الأخيرة تسببت بضياع التركيز وخسارة الفريق. برأيك ما الأسباب وراء هذا ضياع التركيز؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. هاي كرة القدم. أعتقد اليوم الشوط الأول ما كنا بالمستوى المطلوب. أعتقد خرجنا بهدف المنتخب الأردني. المنتخب الأردني من الفرق الجيدة. الشوط الثاني كنا افضل من منتخب الاردن. المنتخب العراقي قدم مباراه، الشوط الثاني مباراه كبيره. تقدمنا بهدفين. هاي كره القدم يعني ما ايش اقول لك. صار طرد، الفريق تراجع، قل التركيز، صار استغل الفريق الاردني، سجل هدفين. مبروك اليوم هاردك للمنتخب العراقي حبيبي. شكرا لك خالد. معنا مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس. خيسوس, muy buenas, muchísimas gracias por atendernos. شكرا لكم على قبول هذه المقابلة. حدثنا عن هذه المباراة. مباراة كانت الأردن استحق هذا الانتصار، وبالطبع سجلوا أهداف أكثر منها. كانت بطولة مهمة، بطولة كأس آسيا، ولكن للأسف الحكم لم يكن على قدر المسؤولية في هذه المباراة، ولذلك نحن لعبنا بلاعب أقل من المنتخب الأردني، ولذلك هذه الخسارة صعبة للغاية لأن لعبنا ب10 لاعبين. لعبنا مباراتان مختلفتان من منتخب العراق في هذه المباراة. نعم، نحن كنا من نسيطر على هذه المباراة في معظم الوقت، وبالطبع أنتم رأيتم أن حاولنا في الشوط الثاني، وبالطبع عانينا من الهجمات المرتدة وتقدم علينا المنتخب الأردني، وبالأسف خسرنا هذه المباراة. الآن من الصعب للغاية الحديث عن هذه الأمور وهذا الشعور. أنا أشعر بأنه تمت سرقتنا في هذه المباراة. أنا فخور باللاعبين المتواجدين في منتخب العراق، ولكن للأسف الحكم لم يكن على قدر المسؤولية. كان هناك العديد من الكروت الملونة. إليكم بعد هذا اللقاء الذي انتقد فيه مدرب المنتخب العراقي التحكيم بشدة بشدة بشدة. إذا نقول مبروك للمنتخب الأردني، النشامة فعلوها وسووها وحققوا الانتصار التاريخي في مباراة تاريخية لهم اليوم في استاد خليفة. ونقول للمنتخب العراقي هارد لك. وهذه كرة القدم فيها فايز وفيها خاسر، وفيها من يعطي في الملعب ويحصد في نهاية المطاف. فنقول مبروك للمنتخب الأردني الفوز ب3 أهداف مقابل هدفين. مباراة دراماتيكية، مباراة للتاريخ، مباراة مثيرة. أجمل مباراة في البطولة قد تكون مباراة الأردن والعراق، واللي انتهت بفوز المنتخب الأردني ب3 أهداف مقابل هدفين. لا أنسى بارك لأخوي محمود شلباية، وأقول هارد لك لأخوي ليث، ولكن الكلمة عندكم. عندك محمود. أول شيء بقول لأخوي ليث هارد لك، يعني فيش خاسر بيننا. مباراة كانت كبيرة بين الفريقين، قدر آخر شيء المنتخب الأردني إنه يحقق الفوز. يعني بنبارك للجماهير الأردنية، بنبارك لرئيس الاتحاد سمو الأمير علي، نبارك للجماهير اللي كانت موجودة بالملعب، نبارك للجهاز الفني والإداري. مباراة كبيرة قدموا، في أخطاء، الأخطاء المباراة الجاية بتتعدل. أهم شيء حققنا المطلوب، الفوز. إن شاء الله المباراة الجاية بنكون أفضل، وبتمنحنا الفرصة لأنها مع طاجكستان ما نستهين فيهم إنه نلعب بالنص النهائي إن شاء الله. طبعا أكيد نبارك الإخوان الأردنيين. أكيد أيضا أقدم لك التحية والتهاني، وإن شاء الله تشرفونا في المباريات القادمة. أكيد أبو جاسم اللي دائما يكون أعلى من المباراة راح يخسر. احنا اليوم وصلنا للهدف، سجلنا هدفين، يعني قدرنا انه نحصل المباراة باللعب، خاصة بالشوط الثاني. نقول هارد لك للمنتخب العراقي، هارد لك للجماهير اللي حضرت اللي دعمت المنتخب، هارد لك لكل شخص وقف وساند المنتخب الوطني العراقي. المنتخب الوطني هو اللي خسر نفسه بالطرد بإصابة سعد ناطق، وهاي حال كرة القدم. اليوم احنا لازم نتقبل الخسارة. اليوم إذا فريقك كان على مستوى عالي وبنفس الوقت يحترم الخصم، أكيد حيروح يفوز بالمباراة. احنا ضيعناها باستعجال، بطرد، بتهاون، وهذا حال كرة القدم. اليوم أنت اليوم إذا تسجل
واحنا من الشوط الاول لو لا سامح الله مستغليها الكعمري والهدفين اللي صارت عليه، ممكن ان نطلع من الشوط الاول خسرانين باكثر من هذه النتيجه. لكن كره القدم تبقى وتكلمنا انا وناصر، قلت له بارك لي باخر دقائق، قلت له لا ناصر حتنقلب المباراه ويمكن يتغير الحال مال النتيجه، وبالفعل صار اللي صار. اكيد اللي ما يستغل الفرص راح يطلع خسران. هارد لك لمنتخبنا، قدمتوا كل شيء، اسعدتوا جماهيركم في كثير من المناسبات، وهي حال كره القدم. شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله القادم افضل. على فكره المنتخب الاردني المره الثانيه يتاهل لدور الثمانيه. مره كان التاهل الاول 2011 عندنا في الدور، ويتكرر الان الموضوع نفسه في 2024. كابتن موندي، الفريقين الاثنين كانوا يستحقوا للمرور للدور القادم نظرا للمردود الكبير اللي قدموه. مقابله كانت فيها تشويق واثاره كبيره وفيها متغيرات. المتغيرات هذه شفناها وقت المنتخب العراقي كان منهزم، اخذ المبادره، والفريق الاردني تراجع ويلعب على وضعيه واحده، دفاع من غير تحولات. هنا الاسبقيه رجعت للمنتخب العراقي. العراق سجل هدف التعادل ثم الهدف الثاني. نفس الشيء صار، خاطر ما نلزمناش نقولوا كان الطرد هو اللي كان جزء من يعني النتيجه ولات بالعكس، لكن ما يفسرش التفوق الاردني. بعد شنو التصرفات نتاع المنتخب العراقي وقت هو فايز 2-1 في الدقيقه 80، يعني مازال 10 دقائق، يعني 10 دقائق تقدر تديرهم كما يلزم وتتصرف كما يلزم باش تحافظ على النتيجه نتاعك. شنو صار؟ التراجع، المنتخب العراقي اكتفى بالتفوق بهدف 2-1 وترك المبادره للمنتخب الاردني، وتحس اللي كانوا هدف التعادل باش يجي. الخلاصه شنو؟ الفريق اللي يتقدم ما يعرفش يتصرف كيفاش يحافظ على النتيجه ويكتفي بتقدم واحد. المنتخب الاردني وقت فايز 1-0 كانت فما مساحه باش يتعدى 2-0. المنتخب العراقي وقت منهزم 2-1 كانت فما امكانيه باش يحافظ على النتيجه باسلوب متغير. عجبني التغييرات نتاع عموته اليوم. عموته تفوق تكتيكي وكبير على المدرب العراقي. كان المنتخب الاردني في 80% من المقابله كان هو الاخطر وكان هو اللي يستحق النتيجه. لهنا المدرب الشجاع، المدرب اللي يبادر، المدرب اللي يسعى باش يسجل اكثر من هدف، مش خلاص قول سجلت هدف لصفر المقابله انتهت. هذا ما هو معقول، لازم المجهود يكون متواصل، خاصة عن وقت تفتك الكرة. ايه الكرة فيها وضعية دفاعية وبعدين فيها وضعية هجومية، كي تفتك الكرة انت الكرة تضيع بعد تمريرة ولا اثنين. شفناه هذا على المنتخب الأردني وشفناه خاصة 10 دقائق على المنتخب العراقي. التصرف الدفاعي في ال10 دقائق الأخير، هنا الليدر، هنا القائد، كيفية إدارة 10 دقائق وانت متفوق ب2-1 ولو بنقص عددي. شفنا الكتله الدفاعيه في ال10 دقائق نتاع المنتخب العراقي، مساحات كبيره ما بين الخطوط، مساحات كبيره ما بين لاعب ولاعب. هنا التدخل حتى في الفترات هيك حسن ادارتها والتكيف معها جزء كبير من نجاح باش تمشي لبعيد. مبروك العموته، مبروك للاردن، ومبروك للمدرب العربي. المدرب العربي كان عموته مثل احسن تمثيل المدرب العربي على نظيره العراقي. يعني مبروك لمحمود، وفارد لك لكابتن ليث، الله يسلمك، وفارد لك للجمهور العراقي، ومبروك للجمهور الاردني واللاعبين وعموته ايضا. حقيقه يعني سيناريو ما كان متوقع في الشوط الثاني، صعب جدا احد يتخيله، وخاصه في اخر 7 دقائق الاضافيه من الشوط الثاني. يرجع العراق بقوه، يسجل هدفين، تروح المباراه يعني الكل خلاص تعتقد ان العراق بيتاهل للدور الثاني بتقدم 2-1، لكن 7 دقائق نعم، في ال5 دقائق في ال7 دقائق جابوا التعادل، وفي 97 جابوا الفوز. هذا يحسب ايضا لعموته والنزعه الهجوميه، لكن حقيقه الطرد هو اكيد انه اثر على العراق لما انطرد ايمن. جزء من والله انا اعتبره جزء كبير، لان صار عطى الفريق في رقم 10 وتقدر تفوز. صحيح، بس هي يعني ايمن حسين جاب الهدف، في 9 بعد يفوزون، لكن اصحابه يلزمهم يكملوا في 9 و8 يحافظون على نتيجه الفوز وهاي. لكن هذه بالذات الان يعني المباراه سيناريو ان اعطاهم دفعه، تقدموا، اضغطوا، انفرادات، في تراجع للخلف، واضح انه لعب تقريبا ب5-3-1، ما قدر يضبط كل كره وسط الملعب. الكره الثانيه تروح لصالح
الفريق الاردني تسديدات اكثر فاستفادوا منها. الطرد له وما عليه ايضا كلام نتركه للحكام، بعض يقول انه استهزأ، بعض يقول انه اخر اللعب، لكن اعتقد القرار ايضا في نفس الوقت قرار قاسي على ايمن حسين. انا بس توضيح، هي الاردن متاهله للدور الثمانيه 3 مرات في كاس اسيا. مره مع الجوهري الله يرحمه، لا مش دور الثمانيه، دور الثاني، دور ال 16. دور 16. اوكي، بس يعني معناتها هي ثاني مره في التاريخ صح؟ طيب ناصر، ان شاء الله ما تكون الاخيره. لا ان شاء الله يا رب. خالد نحب اول شيء نبارك لاخونا محمود، الله يبارك فيك. هارد لك ليث. قبل ما يكمل ناصر، طبعا ناصر قال لي قبل يومين انه الاردن بتفوز. قال لي احساسي انه الاردن بتفوز. والله شوف يعني مباراة بصراحة، أول شيء نبدأ بالمباراة مجرياتها. المباراة اليوم لو نتكلم عن مجملها عوضونا عن مباريات البارح بصراحة. مباراة كانت قمة في التفوق الفني، وتفوق فيها حسين عموتة على كساس. خليه يكمل. ده عشان وقت بس، تفضل. مباراة صراحة أقول عوضونا أمس عن المباريات السابقة اللي شفناها أمس. اليوم تفوق فني، قمة عربية تفوق فيها المنتخبين بكل أمانة، لكن في الدقائق الأخيرة تفوق فيها السيد حسين عموتة بالتغيير اللي صار يمكن آخر 3 دقائق هو اللي فرق في المباراة، وليس تقليل من منتخب العراق. منتخب العراق بالعكس منتخب جميل متعنا بداية البطولة لين اليوم. لكن نحب نبارك للاخواننا الاردنيين، الله يبارك فيك، ولك والعثمان، واحب ابارك للامير علي بن حسين، يستاهلون الشعب الاردني الفوز هذا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في القادم ان شاء الله. بس تصحيح معلومه، الاردن صحيح تاهلوا في سنه 2004 لدور الثمانيه، وكان مدربهم السيد الجوهري، بجوز كان 16، وخسر المباراه هذه امام امام المنتخب الياباني. هاي الثالثه. ايه شكرا فريق الاعداد. طيب عبد اللطيف، راحت المباراه لمن يستحق؟ طبعا اليوم كان منتخب الاردن حاب يفوز، يعني قدموا مباراه كبيره، يعني كانوا متاخرين اللي هو للدقيقه 90، يمكن عدلوا في الدقيقه 94 وجابوا الهدف الثالث في الدقيقه 97. طبعا انجاز للكابتن عموته، للاعبين. اليوم كان في حضور لموسى التامري ونعمات وعلوان. طبعا بنقول هارد لك لمنتخب العراق، مبروك يا اخوي ابو محمود، الله يبارك كانوا بيستاهلوا مباراه اليوم منتخب الاردن. محمد سويلم. بكل تاكيد انا اهني حقيقه اخوي وحبيبي محمود، الله كان حقيقه عايش تفاعل بشكل كبير جدا في كل تفاصيل لحظات المباراه. ما الومك حقيقه، ولا الوم ايضا يعني انتمائك العظيم حقيقه اللي شفناه منك اليوم. كنت انت تعيش كل اللحظات اللي موجوده في التفاصيل الفنيه، وكنت تتكلم كانك انت معلق للمباراه. وايضا اكثر ما عجبني يا خالد انه هو اردني ولا وين؟ لا بس سبب وصل فكره ترى فيه، احنا كثيرين ينتمونها. لا صح، بس في جزئيه مهمه انه كان يعيش اللحظات ويتكلم عنها خالد، فانا كان هذه حقيقه فنيه جميله جدا. خلي يحلل ترى بعد خالد سلمان بعد حلل المجلس كلهم واحد ترى خالد سلمان معطيني الدور وبنى عنه. اوكي فبتكلم بس عن هالتفاصيل. مبروك للشعب الاردني، يستاهلون الف مبروك. لكن بامانه في هذا المقام نوجه شكر جزيل لكل لاعبي المنتخب العراقي وكل الجماهير على حضورهم وفعلا تأديتهم للقاءات كانت جميلة جدا. أنا أعتبر اليوم هذا اللقاء هو نهائي مبكر لبطولة استثنائية، بطولة الآسيوية. ألف مبروك للأردن، تهنئة خاصة للزميل والمدرب القدير حقيقة الكابتن عموتة على فعلا هذا العمل اللي فعلا ذكره الكابتن منذر، عمل متميز، عمل فيه انضباط، فيه صبر، فيه أيضا جمل فنية تتوافق مع إمكانيات اللاعبين. وأنا أعتقد أنه دائما كل ما تطلب المستطاع تطاع، وبالتالي هذا تحقق على أرض الواقع. مبروك للأردن بشكل عام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. أنا ما أتكلم فنيا، لكن اليوم احنا نعيش فرحة مع الأخوة الأردنيين، وأيضا مع العراقيين في تحقيق طموحاتهم إن شاء الله في المستقبل القريب يا رب. فيصل. نقول هارد لك ليث، هارد لك الجمهور العراقي. مبروك محمود حبيب اخوي فيصل، والف مبروك للجمهور الاردني. مثل صراحه يعني مثل ما شفنا المباراه كانت فيها تفاعل كبير، والمباراه كانت مشحونه، ويمكن من افضل المباريات اللي شفناها لحد الحين في البطوله. مثل ما ذكرنا يعني قبل المباراه بان الفريقين يمتلكون قوه هجوميه، وفعلا شفنا الاحداث المباراه يعني كانت يعني
شفنا تقدم الأردن وبعدها تقدم المنتخب العراقي، يعني كانت كلها واجبات هجومية بشكل كبير. وخاصة يعني أنا مثل من بداية البطولة كنا نشيد في المنتخب العراقي على الروح القتالية اللي كان يعملها طول البطولة. اليوم في نفس الوقت شفنا والمنتخب الأردني أكد لنا هالشيء يعني لنهاية المباراة، وشفنا ردة فعل المنتخب الأردني. يعني مو من السهل حتى وفي حالة الطرد مو من السهل في آخر 7 دقائق في الوضعية هذه في الدور 16 2-1 خسران انك ترجع للمباراة، هذا شيء مش بسيط. نحب نبارك لهم مرة ثانية ونقول لهم ان شاء الله نشوفكم بمستوى اعلى ان شاء الله في الادوار الثانية. طيب كساس بعد المباراة قال الحكم لم يكن على قدر المسؤولية وانتقد التحكيم بشكل كبير جدا. طبعا بنروح الى الحالة اللي المثيرة للجدل وهي حالة طرد ايمن حسين، هل يستحق الطرد أم لا؟ طبعا الطرد صار عقب ما سجل أيمن الهدف الثاني، هدف التقدم لمنتخب الأردن. هل هذه هي بس دقيقة شوف سوي كذي أيوه عشان ما حيتصل فينا. لا لحظة سوي كذي ما يدي أخوي ما أدري وايد قافل تليفونك أنت. ايش تبغى أنت يا أبي الصورة. أنا حالتي أنا أبو جاسم. هل هذه هاي وحالة التعمري على ايد جلال؟ هل هاي سبب الطرد يعني او الانذار الثاني ام لا؟ عموما نفس الحركة، لكم مطلق الحريه، ترى على فكره الاثنين نفس الحركه. نعم. الان عبد اللطيف ايش سبب طرد ايمن حسين؟ لانه رجع عمل الحركه اللي هو عملوها لاعيبه منتخب الاردن. ما اسمع رجع عمل نفس ما عملوا لاعيبه الاردن. يعتبر مخالفه؟ طبعا مخالفه. محمود أنا بعرف. اعتقد انه سواها داخل الملعب، يقول لك سواها خارج الملعب. اذا ما عنده حتى قيمه داخل الملعب ولا خارج الملعب. سوء سلوك هو اعتبر. كابتن منذر بجوز اخر الوقت. نقطه نظام. اذا محمود شلبايه يقول لانه هو عمل نفس نظام الاكله وقد يكون فيها نوع من الفتنه مع اللاعبين المنتخب الاردني والجمهور، واثنين يقول اخر اللعب. احمد كانو والله ممكن خالد لانه عنده كرت اصفر فروح مع الحكم يعني. شنو؟ كرت اصفر يستحق. على ايش؟ على الحركه اللي سواها اعتبرتها حركه المنسف. او انه اكله، ما قال انه قاعد اكل المنسف. محمد سويلم ما ادري والله. حكى ما ادري. من قال لا اعلم فقد افتى. نعم صحيح. ليش؟ كابتن يعني الحكم قد يكون على ايضا موضوع جلال مع التعمري اللي داس على وجدتي هاي الثانيه، فاكيد المدرب كان اشكاله على هاي الحالتين او بعض الحالات، لكن بحاله ايمن اعتبرها تاخير وسوء سلوك، هذا اللي اعطاه الانذار وطرده. فاعتقد بها مبالغه. فيصل. خالد انا مش مع الحكم في حاله الطرد. انا ما اشوف فيها، اذا كان على التاخير الحكم اليوم في عنده وقت اضافي يقدر يسوي، بس انه ما اظن ان فيها، مش ما اتفق مع الحكم. انا مش مقتنع ان موضوع ان الاكل او يعرف الاكل هو الحكم. انا ما ادري هو حكم في فرق، ايش دراها في الاكل؟ ونفس الاحتفاليه احتفلوها المنتخب الاردني ثم قبل ما عليه. ناصر. طيب شو يقول كابتن منذر؟ انا شفتها قاسيه، يعني نفس الحركه قاموا بها اللاعبين الاردنيين. نعم. يكون في شيء ثاني احنا ما شفناه ما نعرفوش، لكن شفتها ورقه صفراء ثانيه قاسيه. قاسيه. ناصر. انا اشوف انه نفس الحركه اللي عملوها لعيبه الاردن، فهذا يعتبر يعني سوء سلوك هي اول شيء، ونفس الحركه انت عملتها يعني استهزاء فيهم او شيء من هذا القبيل، وسواها جهه ناصر. المشكله عنده كرت اصفر كان قبل. هو لا شوف، هو في كرت ولا دائما هذه دائما، حتى احنا لما نلعب نروح جهه مثلا الجمهور المنافس تحتفل يعطيك كرت اصفر. طيب الجمهور شو يقول مايد؟ خالد اطلب انا قبل اتكلم نخرج ما شاء الله. هذه اللقطه اصلا ايمن كان فاول له 100%. هو احتج على ان الحكم ما اعطى انذار، فاعطاه انذار غير مستحق. رجع اللعبه الاعاده في فاول على العرب، دخول قوي على كتف على ايمن، من حقه انه كان ياخذ فاول ولم يحتسب له. يا ليت يرجع الحكم، شوف يعرب الان يضرب على الظهر او يتكي عليه ودفع في فاول 100%. شوف الان ما لمس الكره، شوف فاول 100% صحيح لايمن. زين ما حسب له، ايمن احتج اعطاه انذار. فالحكم
يعني انا اعتقد انه حط في تفكير ان ايمن مشاغب او حاجه. اضطرد خالد غاسي ما له معنى. حكم اخطا، ما طبق الروح الرياضيه ولا روح القانون، لان في حركه الان هنا صارت قبل وهذه صارت داخل الملعب خارج الملعب ونفس الحركه. اذا في استهزاء من الطرفين، اذا في تاخير لعب في تاخير من هاي. ما دام اللاعب يعني احنا الحين اللاعب لما يرتكب فاول يعني يضرب برع خط المرمى خط التماس، نقول والله هي ما في، انا بس احكم داخل المرمى. الحكم سيد الملعب كامل داخل وخارج، فما قام به ايمن الان البعض يبرر انه هو داخل ولا خارج، هذا مش مبرر. اذا مستفز، اذا الفريق ايضا اللاعبين العراقيين ومن حقهم الاردنيين العفوا من حقهم يحتفلون، اذا ما اعطاهم انذار، اذا ما تعطي هذا الانذار قرار قاسي جدا حقيقه. ممكن عشان نفس الحركه ابو محمد بعد ومع ذلك اوجه ايضا رساله حق ايمن ان انت المفروض يعني ايضا تحاسب كثير، لان عليك انذار قبل المباراه بس هو ما سوى شيء ما يعني يحاسب ايمن مهما كان يحاسب، يعني كان بامكانه يتفادى الاحتفاليه. فاز 3-1، المباراه ما خلصت، باقي انت طلعت في الدقيقه 77 ما زالت المباراه، احتفل ولا ترتكب هذا يعني تخلي الحكم يتصيد عليك. لكن انا اقول قرار الحكم خاطئ 100%. خالد تسمح لي خالد الله يحفظك دقيقه بس اتكلم عن جزئيه مهمه جدا. واحنا اليوم البرنامج دائما يدعم حقيقه المواقف الايجابيه. اليوم ايمن حسين ظهر حقيقه كلاعب مميز ومؤثر. نتفق على الأخلاقيات اللي يتواجد من خلالها ايمن حسين، لاعب عنده أخلاق عالية جدا، عنده حسن تعامل مع الآخرين. أتمنى حقيقة أنه هذا الموقف اللي حصل وبالتالي كان مؤثر بشكل كبير على المنتخب العراقي مما أدى إلى خروجه، فأتمنى حقيقة ألا نقسو على ايمن وأن نتعامل معه بمعاملة فعلا بما يستحق حقيقة من خلال المعطيات. وأنا أقول في مثل هالجزئية أنه دائما نفكر العراق في المستقبل ولا نجعل أيمن حسين كبش فداية. عموما إذا كان في شيء خلف الكواليس ما في شيء خالد. قول لهم أنتم صح منسف. إي بس يكلم من هنا. هو يكلم من هنا. مو هي ما ندري احنا جمهور ولا جمهور الأردن. كناهم ناصر في فرق. إذا أنت مع جمهورك ما ندري هو مع مين. خالد على كل الملعب الجمهور مختلط. صحيح. يعني ممكن تلقي الكرسي هنا عراقي، الكرسي هنا أردني، الكرسي هنا عراقي، الكرسي هنا بس هاي مشكلة يا أبو محمد. يعني أنا أعتقد مش مستفز، يعني الحركة هذه عملوها هسه مش لازم يكون مختلط يا أبو محمد الجمهور. عموما الحالة اللي ممكن احنا نتكلم عنها مختلفين عليها، هل هو بسبب تضييع الوقت؟ فإذا قلنا تضييع الوقت ما أدري، أو أن حركة الأكل ممكن الحكم اعتبرها استفزاز الخصم بعد ما ندري، أو اتجاه اللاعب والاحتفال جنب الجمهور، وهل هذه عليها كرت أصفر ولا لا أيضا ما ندري. لكن أعتقد أن هذه الثلاث أشياء اللي شفناها كصور قدامنا ما عليها شيء، لكن إلا إذا كان شيء خلف الكواليس وبناء عليه الحكم قام برفع الاشهار البطاقه الصفراء ثم الحمراء. حصل بطاقتين خالد ايمن، حصل بطاقتين صفر لا يستحقهم، سواء البطاقه الاولى اللي لا كان فاول واحتج عليه وايضا الفاول، حتى احتجاجي عادي ممكن الحكم يعني الاولى ابو محمد ما يستحقها. ما يستحقها الاولى، والثانيه ما يستحقها. الثانيه ما تدري ما يستحقها ابدا، ما يستحقها. الثاني حتى خالد الثاني حتى نفس الشيء. كرت الاحمر مو من السهوله انه يطلع. لازم الكرت الاحمر خالد في التحكيم، لازم الكرت الاحمر يكون اقوى من الاولى. هاي قانون تحكيم، يعني نص ان الخطا الثاني يجب انه يكون اقوى، يستحق اقوى من الخطا الاول. حتى الحكام ابو جاسم الحكم شوف حتى بالدوريات الاوروبيه من يريد ينطيك انذار يضحك، هذا حتى هو كانما مستفز او ضايج من هذا يبدو انه منتخب لاتيني، مدري مدرب لاتيني، مدري حكم لاتيني. كابتن ليث يعني حتى استرالي، هذا حكم ايراني سنتين خذ جنسيه استراليه. فيصل هاي حكم ايراني معروف يعني. خالد يعني شوف حتى ردة فعل ايمن بعد الطرد تفاجأ، يعني اكيد مو على بال انه يعني محمد يمكن ذكر بان ايمن كان لازم يركز بانه ما يعمل، بس انه نفس الوقت يعني ما تي على البال انه راح ينطرد، يعني ما اشوف ما فيهم، انا ما اشوف فيها شيء. لا يعني حتى مثل ما اقول لك الكرت الاحمر ما يطلع بسهوله، يتربص
اوكي نرفع على مسامعكم اذان المغرب حسب توقيتنا المحلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وموعد مباراة منتخب السعودية ومنتخب تايلاند القادمة في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا 2024 بقطر والقنوات الناقلة للقاء. ولكن قبل ما نبدأ وزي ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بكم من جديد. وموعد المباراة والقنوات الناقلة ان شاء الله هيواجه منتخب السعودية منتخب تايلاند في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا 2024 بقطر ان شاء الله. المباراة هتكون يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير 2024 25/1/2024. المباراة هتكون الساعة 4 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وفلسطين، الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والعراق، الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات. إن شاء الله سوف تبث المباراة عبر قناة الكأس القطرية 1 وبي إن سبورت اتش دي ماكس 1، القنوات الحاصلة على بث حقوق المباراة. وده بالنسبة لموعد المباراة والقنوات الناقلة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد. ودي كانت حلقتنا وانتظرونا في فيديو جديد.